بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشعوب منشأها من نفس واحدة، وإن اختلفت ألوانها ولغاتها وأوطانها فهي من أصل واحد. ثم إن الله عز وجل الذي خلقها وأوجدها رب واحد، ما أوجد هذه الشعوب إلا لتعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. ولما كانت الشعوب والقبائل المختلفة في العصور التي قبل الإسلام لا يتصل بعضها ببعض لتفرقها في أقطار الدنيا، بعث الله تعالى إلى كل أمة رسولا من أنفسها يعلمهم أمر دينهم ويدعوهم إلى الله عز وجل بلغتهم. كل رسول يبلغ دعوة الله عز وجل إلى قومه باللغة التي يجيدونها. ولذلك يقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هكذا مضت القرون والأمم والأجيال، وتتابعت الرسل في المجتمعات البشرية، حتى أراد الله عز وجل أن يختم الرسالات برسالة واحدة بدين واحد ورسول واحد وكتاب واحد، لعلمه بأن الأمة التي سيبعث فيها الرسول، هذه الأمة ستكون كأمة واحدة يتصل بعضها ببعض، وقد تيسرت وسائل الاتصال. علم الله عز وجل بأن وسائل الاتصال بين هذه الأمم والشعوب المتباعدة مكانا ستقرب فيما بينها، وأن الناس يتصل بعضهم ببعض عبر الوسائل المختلفة. الذي أنزل هذا الكتاب علم ذلك، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه وختم الرسالة بنبي برسول واحد وبكتاب واحد، والدين بدين واحد. إذن هذا سر توحيد الرسالة في آخر الزمان. ولأجل ذلك، وإن اختلفت الأوطان وتعددت الشعوب واللغات، فالدين الذي ينبغي أن يبلغ إلى كل أمة هو هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك، انطلاقا من هذا، ينبغي على كل مسلم أن يهتم بدعوة الشعوب والقبائل في قارات الدنيا بلغاتها إلى هذا الدين الحنيف، حتى يدركوا محاسن الإسلام ومبادئه وحقيقته والفرق بينه وبين الأديان التي صنعتها أيدي البشر. فلما كان الأوروميون الذين يوجدون في شرق إفريقيا بأعداد كبيرة من كبرى الشعوب في شرق إفريقيا، أو هي أكبر الشعوب، والإسلام فيها كثير جدا، نسبة المسلمين فيها
نحو 85%، وهم فوق 40 مليونا في أثيوبيا، ويوجدون في كينيا وبعض البلاد في شرق أفريقيا مثل تنزانيا أيضا، لما كان عددهم بهذا الحجم ونسبة الإسلام فيها كثير. هذه الأمة بحاجة إلى أن يهتم بها في دعوتها إلى الله عز وجل وتعليمها. وهناك نسبة قليلة من الوثنيين، ولكنها من السهل دخولها في الإسلام. ومما يبشر به في هذا المجال أن تلك القبائل الوثنية من الأوروميين في السنوات الأخيرة بدأت تدخل في دين الله أفواجا. فهل من مبادر إلى دعوتهم وتعليمهم والحيلولة بين المنصرين المتربصين بمن أسلم حديثا وبمن على الإسلام قديما، والحيلولة بينهم وبين المنصرين وبين ما يشتهون بدعم هذه الشعوب بالدعوة إلى الله عز وجل بلغاتهم، وإقامة المراكز والمدارس والمساجد وبث الدعاة وإرسالهم إليهم، دعاة متجولين أو دعاة مقيمين. فهل هناك من يقوم بهذا الدور؟ أظن أن الخير في هذه الأمة كثير، وأن الخيرين كثيرون، وأنهم لا يقصرون. ولا أبالغ إن قلت إن المسلم المخلص لله عز وجل إذا دخل بين تلك الشعوب فسيجد خلال أسبوع حصادا طيبا جدا ممن يدخلون في الإسلام. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف إذا كانت آلاف مؤلفة تدخل في دين الله عز وجل على يد شخص واحد أو شخصين؟ وهل أنتم فاعلون؟ فأظن ذلك. بارك الله في جهودكم، وبارك الله في أموالكم، وزادكم الله حرصا على الدعوة إلى الله عز وجل. والمسلمون ما وصلوا إلى الصين شرقا وإلى أوروبا غربا في غابر الزمان إلا حينما اعتزوا بهذا الدين، وأدركوا أن الإسلام أوجب على كل مسلم بقدر استطاعته أن يدعو إلى الله عز وجل، وأن المسلمين لا يحجزهم حاجز ولا يفصل بينهم فاصل، لأنهم إخوة وإن كانوا شعوبا. هذه مجرد عناوين. إخوة آخى الله عز وجل بينهم في هذه الحياة الدنيا، وفي الآخرة سيكونون نتيجة لهذا التآخي في الدنيا إخوانا على سرر متقابلين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم كذلك، إنه سميع مجيب.